نصايح في الشغل اتمنيت حد قالها لي قبل ما اقع فيها بارت 6. 1. النصيحة دي مهمة قوي قوي ويا ريت تسمعوها. لو انت من الاشخاص اللي بتحب تتعلم او بتحب تبقى اوير بكل حاجة حواليك وخاصة في بيئة الشغل او في الاندستري اللي انت شغال فيه، اوعى تبين لصاحب الشغل ان انت جاي تتعلم او تاخد خبرة. اوعى ابدا ابدا، عشان انت مش هتتشاف غير قد كده. مهما كنت فاهم وعندك خبرة في اجزاء تانية من الشغل، ده مش هيتشاف. اللي هيتشاف بس ان انت جاي تتعلم واحنا بنعلم. 2. لما تلاقي حد بيتدخل بزيادة في شغلك او بيليد بطريقة غريبة، بطريقة تطفل في شغلك وانت متضايق من حاجة زي كده، حاول قبل ما تاخد اي رياكشن ضد الشخص ده، حاول بس تفهم الشخص ده دوره ايه. فده هيفيدك جدا ان انت ما تعملش شغل مش شغلك. طالما هو مسؤول عن الشغل ده خليه يعمله، هو المسؤول، انت مش مسؤول. فما تشغلش بالك وترهق ذهنك على الفاضي. 3. لما الشخص ده بقى او حد غيره في التيم يعرض عليك ان هو يشيل شغلك ويبقى عايز يتطوع ويشيل شغلك او يشيل جزء من شغلك مش شغلك كله، حاول ان انت ما ترفضش، سيبه عادي. حتى لو انت كنت شايف ان هو مش عايز يساعدك، هو عايز ياخد اللقطة، هو اللي عرض عليك وانت وافقت، عايز يا حبيبي تشتغل، اتفضل، يلا اتفضل 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 عادي. طالما انت مش هتحاسب على الشغل ده فهو اللي هيلبسه. 4. لو انت في شغل حاسس انك مش بتتعلم حاجة، مش بيتضاف لك حاجة، كل اللي بتطلع منه السالري بتاعك، لو انت حاسس بده خد بعضك والحق عمرك وامشي. الشغل ما هو الا حاجة بتزود لك دخلك وبتفتح لك مصادر دخل تانية لما بتتعلم اساسها ايه. احنا ندخل اي شغل بيضيف لنا حاجات تانية related بالاندستري اللي احنا فيها، فبالتالي نقدر نشتغل اشغال تانية مختلفة وبعيدة عن الشغل الحالي اللي احنا فيه، فيفتح لنا مصادر دخل تانية. حاول ما تفضلش ثابت في مكانك مهما كنت شايف الوضع مستقر، لان الحاجة اللي مش ملكك ممكن في اي لحظة تسحب السجادة من تحت رجليك وتقولك باي باي. وبس كده، دول كانوا شوية نصايح خفيفة لذيذة في الشغل. لو حبيتوا نتكلم اكتر اكتبولي تحت في التعليقات part 7.